لمّا باعمل فيديو عن حد من الفنانين زي ياسمين عبد العزيز أو أحمد العوضي أو هنا الزاهد، الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل كده وباحلل ال الattitude بتاعهم وطريقتهم في التفكير وكذا، وكذا، ده باعمله علشان أنا متخصصة في العلاقات الزوجية، life coach مُعتمدة، باكلم الclients بتوعي، باكلم الsubscribers بتوعي، باكلم الناس اللي بتتفرج عليا as a life coach علشان اقول لهم بالدليل القاطع ان التصرف ده صح او التصرف ده غلط، وبستدل عليه بتصرف الفنانين والفنانات. فتيجي واحده ما لهاش لا تعرف انا مين ولا تعرف بعمل ايه، ولا هي بنت خالة ياسمين عبد العزيز ولا هي صاحبة العوضي، وتدخل وانت مين انت وانت الناس بقت جهله اوفر يا جماعه. الجهل بقى اوفر. النهارده انا في الكارير بتاعتي دي محتاجه نموذج زي كده اتكلم عنه، واقول ان التصرف ده كان غلط في كذا وده كان صح في كذا، علشان الكلاينتس بتوعي يعرفوا يعملوا ايه في مثل هذه الظروف. يعني مثلا لما قلت ان ياسمين عبد العزيز ما كانش المفروض تطلع تتكلم اصلا، عايزه اقول ان افضل حاجه تعمليها للاكس بتاعك عموما طالما اكس انك ما تجيبيش سيرته. التجاهل اكتر حاجه تخلي الشخص التاني يسال نفسه، تبقي محيره، تبقي مش واضحه. يا ترى بتحبني لسه؟ يا ترى بتفكر فيا؟ يا ترى هي فاكراني اصلا؟ يا ترى لسه متاثره؟ يا ترى مكسوره؟ طالما جبتي اسمه على لسانك فانت كده نقصتي درجه عنده، فطمنتيه. فانت كده طمنتيه ان انا لسه فاكراك، انا لسه بجيب سيرتك، انا لسه بحبك. ما طالما بصوا، الحب والكره قلت قبل كده وجهان لعمله واحده. لما تتكلمي عن حد وتجيبي سيرته باي طريقه، لا بالتلميح ولا بالتلقيح ولا بالافصاح، باي طريقه تبقي انت كده ايه، لسه هو في دماغك. طب فعلا لما بتنسي حد حقيقي وتبطلي تحبيه فعلا، عشان كده حتى الناس كلها قالت ياسمين بتحب العوضي ولسه العوضي بيحب ياسمين، لان الاتنين طول ما هم بيلقحوا على بعض طول ما انا اعني لك. انما امتى انا بقى، ده اللي انا عايزه اقوله للكلاينتس بتوعي اللي بيجوا لي الجلسات وللسبسكرايبرز، لو حد عارف ان انا لايف كوتش وبتكلم في ده، ده اللي انا عايزه اوصل له. فحضرتك بنت خالة ياسمين ومعرفش ايه، تقولي لي مالكيش، لا انا ليا دعوة، انا بحلل نفسيا اللقاء وبقول للناس انت اذا عايزة فعلا تثبتي للطرف الاخر ان هو بقى nothing بالنسبه لك، ان انا فعلا اتعافيت، ان انا فعلا ما حدش يكسرني، مش بكلمه ما حدش يكسرني ومش بكلمه انا هبقى عندي ما اعرفش ولد وما اعرفش ايه، لا، بانك وانك ما تجيبيش سيره الطرف الثاني، تدخلي اللقاء فرحانه مبسوطه، تطلعي على السوشيال ميديا انت بقى مش ياسمين عبد العزيز، تطلعي على السوشيال ميديا تحطي صورك هنا وهنا، تتكلمي بفرحه وبسعاده وبتفاؤل، مش تكتبي ان اللي باعنا خسر ودلعنا واللي ما اعرفش ايه، تكتبيش حاجه خالص. التجاهل هو اكتر حاجه تفرز وتغيظ الطرف الاخر. بس